شوف تخيلوا ان هذا المسمن ما فيش حبه ديال الفور. شوف. السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ايماز الصحي. غبرت عليكم في القناه ولكن جيت وجبت معايا هذه الوصفه الصحيه ديال المسمن بلا دقيق ابيض، بلا زيوت مهدرجه، فيه شويه ديال الزبده بلديه والزيت الزيتون، كيجي ناشف ومورق وهشيش من الفوق. انا متاكده الا جربتوه غيولي هو المعتمد عليكم. ندوز المكونات. اول حاجه كنحتاجو فيها دقيق القمح الصلب الكامل، زائد دقيق القمح اللين الكامل ايضا اللي هو فرينه البلديه. فاش كنقول لكم فرينه لا في انستغرام لهنا عرفوا انه دقيق القمح الكامل اللين، يعني راه فيه الالياف ديالو هو باش كنصايبوا الفورص، ولكن هذا راه الطبيعي يعني حتى هو صحي. كنحتاجوا السيغو داغاف، تقدروا تستعملوا العسل والزبده طبيعيه طبعا. اول حاجه كناخذوا فرينه البلديه، كنزيدوا عليها دقيق القمح الكامل، الملحه، شويه ديال السيغو داغاف، تقريبا معلقه كبيره. تقدروا تستعملوا العسل ولا دبس التمر، سكر ستيفيا، ولا ما ديروا والو، غير باش يعطينا لون وصافي يجي داك اللون محمر. كنعجنوه بالماء دافي. تقدروا تستعملوا حتى الحليب كيجي زوين وهشيش، ولكن ماشي ضروري. صافي كنجمعو غير بيدي وكندهن العجينه بشويه ديال الزيت بلديه ونديرها في بلاستيكه ونخليها تدلك. الا كان عندكم الوقت وعندكم الخاطر دلكوها مزيان بلا ما ديروها في البلاستيك، غير حاولوا دلكوها مزيان حتى دقيق القمح الكامل كيبغي يدلك شويه. صافي انا غير زديت عليها في البلاستيكه، اصلا هكا كيجي حسن وكتعطي النتيجه احسن من انكم تدلكوه بزاف. البلاستيكه كتخليه يجي رطب وزوين. شوفوا العجين من بعد ما كنخليه 2 ديال السوايع ولا كثر، المهم انكم ما تخليوش قل من 2 سوايع. كل ما طلق لينا كل ما كيجي زوين. صافي كندلكو غير شويه بيدي بلا ما تعذبوا مع راسكم. كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنشكلو كويرات. الناس اللي دايره الصيام متقطع كتحسبوا 50 غرام باش تبقاو تاخذوه في الفطور ديالكم. حتى انا راه هكا كندير ديما، غير هو هنا كانوا عندي الضياف داكشي علاش درتو بحال هكا كبير عادي كيف كنديروا المسمن العادي ديال ديما، غير بغيتو يكون صحي. صافي كنشكلهم كويرات ونخليهم يرتاحوا، نغطيهم بلاستيك ضروري باش يطلقوا لينا ويعطيونا الطوع في الخدمه. كل ما ارتاحوا كل ما مزيان، غير ما تخليهمش يطلقوا ثاني بزاف باش ما يعذبوكمش وتشرق لكم العجينه. صافي هنا كنبدا نبسطهم، حاولوا انكم ترقوهم باش يجيو مورقين يبان لنا داك التوريق واضح. صافي كنورقهم بالزيت بلديه، ما تقويوش الزيت. كندير غير رشه ديال شويه ديال الزبده ورشه ديال القمح الكامل. انا هنا ورقته بالقمح الكامل الصلب. الناس اللي ما كتفرقش بيناتهم، القمح الكامل الصلب هو اللي معروف عندنا حنا كنقولوا ليه القمح، النخاله ديالو. اما الفرينه البلديه هي دقيق القمح اللين. راه ديما كنوضح لكم هاد الامور حيت الناس كيسحابوا الفرينه هي الفورس. صافي كيف كتشوفوا كنرش بالزبده والدقيق وكنورقهم بحال ديما بحال المسمن العادي. شوفوا العجينه كتجي تبارك الله ما شاء الله. انا خليتهم يطلقوا شويه صافي وبسطتهم، ما تخليوهمش رقاق بزاف باش يبان لينا التوريق ويجيو زوينين هما هادوك في العضه. صافي هنايا كندهن المقله بشويه ديال الزيت، غير كنحط المسمنه وكنبدا نقلب فيها. حاولت انني نخلي لكم الطريقه كيف ما هي ديال الطياب، ما نقصت والو زعما. حاولت انني نسرع الفيديو ونخلي لكم لقطات ضروريه ما امكن باش تستافدوا. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتشجعوني، راه الدعم ديالكم كيخليوني نعطيكم اكثر ونجيب لكم وصفات زوينه وناجحه 100%. جربوا، راه هذا المسمن راه كيجي خطير. صافي غير كنحط المسمنه ونبقى نقلب فيها كيف كتشوفوا، ندورها بيدي باش كيبان داك التوراق وكتنفخ ليا. ضروري نبقاو نقلبوا فيها لان الطريقه ديال الطياب حتى هي سر من اسرار ديال نجاح المسمن، لا العادي لا هاد الصح. نخليكم مع لا فيديو، راه الطريقه كلها موضحه فيه. الا احتاجيتوا اي بديل صحي ديال شي حاجه تشهيتوها قولوها لي في لي كومونتير، غنديرها معكم في فيديو جاي. غير كيطيب كنحطو مباشره فوق شي شبكه ولا شي زيف باش ما يعرقش ليا على بعضياته بقى مقرمش. وبالصحه والراحه. هذه هي الوصفه اللي درت معكم اليوم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم زوينه باش تشجعوني وتدعموني، ونتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله في الفيديو الجاي.